يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابدة المتصدقة أو الصائمة أو الذاكرة أو الصانعة للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسك. أنا سبحان الله العظيم أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمره، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة إلا هذا العمل ديال الذبح لله، إهراق الدم لله. هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر ذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالواقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منه. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده. فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام.
كيف يفرحهم؟ شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما، بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله. واحد العدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما ثبتش أنه خص تصومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة. التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذه العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق. ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا. قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد العمل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد و3 أيام من بعد نهار العيد 3 أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتوازن